السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا الاسدال للمرة التانية بس بطريقة اوضح شوية. نزلتلكوا قبل الفيديو التوضيح على ماتيريال اصغر شوية، وقصينا مع بعض خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جدا ومبسطة لأي حد ممكن يقدر ينفذه، مش شرط انه يكون خياط او ليه في الخياطة خالص. ودلوقتي معانا الإسدال ده هننفذه زي ما اتفقنا، اللي كنت لابساه معاكم في الفيديو هننفذه بالظبط بكل تفاصيله. اول حاجه معانا 3 متر ونص قماش اللي احنا اتفقنا عليهم، هنشيل منهم 55 سنتي من طول القماش من البرسل للبرسل زي ما اتفقنا بالظبط في الفيديو. هنشيلهم من القماش وبعد كده نبتدي ان احنا نشتغل في ال3 متر الباقيين اللي هو طول الشخص اللي احنا هنعمل عليه الإسدال. وهنا قصينا هنقص الجزء اللي احنا هنعمل منه الطرحة بتاعة الإسدال زي ما اتفقنا. وبعد كده هنبتدي ان احنا نطبق القماش على 4 عشان خاطر ناخد من عرض القماش الجزء اللي احنا اتفقنا عليه في الفيديو برضو ان هو هنشتغل منه جزء كم وبقية الطرحة. هنا القماش عرضه 145 سنتي، طبعا بيصفي معانا بعد ما بينبل بيكش شوية، وطبعا لانه كمان مش مكوي فبيبقى مع القص بيبقى متعب شوية، بس يعني تمام، يعني ايه الى حد ما بيكون مش كش كتير قوي يعني. بنبتدي ان احنا نشيل متر كامل لعرض الإسدال ده. تنفيذ الإسدال ده بيبقى على رغبة العميل. هي عايزة الإسدال عريض، فاحنا عاملين الإسدال عرضه متر كامل بخلاف الكم اللي لسه هيكمل بقية الإسدال. فاحنا واخدين من عرض القماش، طبقنا القماش زي ما انتم شايفين كده عشان يسهل لنا القص حتى لو احنا مش يعني ما بنعرفش نقص، وطبقناه بالطريقة اللي انا طبقتها معاكم في الفيديو ده، هتعرفي تقصي ويطلع معاكي القص الى حد ما مظبوط. الإسدال قصته سهلة جدا يا جماعة، وصدقوني الإسدال اللي متفصل افضل بكتير من الإسدال اللي انت بتشتريه من بره. بيبقى طرحته كبيرة، بيبقى الإسدال عريض، بيبقى طويل للصلاة، وبيبقى خامته كمان أفضل بكتير لأن انت اللي شارياها وانت اللي جايباها على ذوقك. تمام كده. طبقنا القماش زي ما اتفقنا، هنشيل من عرض هنشيل المتر كامل والباقي ده هناخده. الباقي بقى زي ما هيصفي. لو القماشه دي مش بتكش هتلاقيه مصفي معاكي 45 سنتي، 50 في بعض التواب على حسب عرض القماش اللي معاكي. بس هنا طبعا هو صفى معانا اقل لان هو هنا كش شويه، فده العرض اللي هو المتر اللي احنا اتفقنا عليه اللي هناخده نعمل بيه الجزء اللي هو الإسدال الكامل. الجزء ده هنطبقه 4 تاني، ونبتدي ان احنا نعمل منه حردة الرقبة ونعمل فروستات او علامات للحاجات اللي احنا هنركبها للإسدال، زي بقية الكم بتاع الإسدال، زي الطرحة، زي الأمامي والخلفي. ان مثلا هنا الأمامي ده هيركب في سوستة بيبقى حوض الأمامي أكبر شوية، دي الأربع صوابع دول كده بقص منهم حردة الرقبة. وببتدي بعد كده ازود اعمل برضو علامات ان هنا الكتف وهنا كتف وهنا امامي وهنا خلفي، عشان ابتدي ان انا لما اقص تاني للامامي اقص شويه واركب السوسته بتاعتي. وكمان قصيت الجزء اللي هيتركب فيه الكم زي ما اتفقنا. دي الحته اللي احنا طلعناها من عرض القماش اللي احنا لسه قصينه. هنبتدي ان احنا نعمل منها اول حاجه طبعا هنكمل منها الكم بتاعنا، نكمل الكم. العرض بتاع كل كم منهم هيبقى 40. دي القطعة يعني هيصفي معايا عرض 20 ورا و20 خلفي، 20 امامي و20 خلفي. تمام. ممكن اكتر، ممكن تعمليها 50 تصفي معاكي مثلا 23 برضو ممكن تنفع، ممكن زي ما انت عايزة وتبع رغبتك في تأسيس الإسدال بتاعك والوسع اللي انت عايزاه. تمام. بعد كده بناخد زاوية بسيطة جدا للإسدال، يعني بتعتمد على انسيابية شوية عشان الكم يبقى نازل بشكل انسيابي اكنه قصة كم، بس طبعا قصة الإسدال ما فيهاش قصة كم كاملة. بعد كده هناخد الجزء ده هنكمل بيه الإسدال، بنكمل بيه الطرحة بتاع الإسدال. انا بحب الطرحة توصل في العرض لحد ممكن 60 سنتي لو متاح في القماش، وفي الطول بحبها تعدي المترين، يعني ما تقلش عن المترين. ليه بقى؟ بتبقى جميلة جدا في الصلاة وفي الراحة بتاعت
الواحد في الإسدال. تمام كده، ده كده جمعنا الطرحة. ابتدي اول حاجة بحب اقفلها هي تقفيل الطرحة. بحب اقفل الطرحه كامل، ما بثبتش الطرحه في الاسدال، بسيبها تبقى متقفله كامله، وبعد واقفل الاسدال كله كامل، وابتدي ان انا اركب الطرحه على حسب راحه العميل. هو حابب مثلا بيلفها من ناحيه اليمين ولا بيحب يلفها من ناحيه الشمال، او هو مثلا لو هيبتدي ان هو يغير الاتجاه في اي وقت يقدر يفك ويركب الطرحه بالناحيه العكسيه. تمام كده. فانا بحب التقفيل يبقى بالطريقه دي بصراحه. هنا طبعا انا قفلت الطرحه معاكم. الطرحه ركبت الجزء اللي في الطرف ده العريض، والجزء الناحيه التانية المكشكش، وابتديت ان انا اقفل المحيط بتاع الطرحه. بعد كده بقى هبتدي ان انا ادخل على الجزء بقى اللي هو الكامل للإسدال. تمام كده، كده قفلنا الطرحه اهوت. هبتدي ان احنا ندخل على الجزء بتاع الاستيك. قصينا الاستيك 40 سنتي المتوسط بتاع اي شخص. يعني بالنسبه بقى لو حد، بالنسبه للستات طبعا، بالنسبه لو واحده مثلا ايديها عريضه شويه بنبتدي ان احنا ناخد المقاسات بتاعتها. هنا الجزء اللي انا بقصه معاكم ده، دي الحته الزياده اللي احنا هنعملها للكم. الفكره اللي احنا هننفذها في الكم دي ممكن تعمليها في اي كم عندك قصير. اي كم اسدال او كم باستك عندك قصير تقدري تعملي فيه الفكره دي، وانا هبقى اعملها معاكم في فيديو برضو، ان دي تعديل اصلا لكم. لو انت عندك كم قصير استك وقصير عندك، تقدري ان انت تعمليها وتقفليها بطريقه احترافيه وما فيهاش اي عيوب، ومش محتاجه سرفله ولا اي حاجه، هتطلع معاكي نظيفه جدا. وانا هنا في الاسدال ده عملتها مخصوص عشان النقطه، مش عشان ان هو يطول الاسدال. هو الاسدال اوريدي اصلا يعني مقاساته كبيره الطول والعرض، بس انا عملتها هنا لان الفسكوس بطبيعته بعد فتره بتلاقيه ان هو بيلم كده. فانا شوفوا لو تلاحظوا ان انا هتلاقيني لما يجي 4 قراريط في الاستك ده بس، بالاضافه للجزء اللي هو هيبقى بالنسبه للعميله بره ايديها اصلا، اللي هم يعتبروا مثلا يجي 2 قيراط. كل دول هي العاملة ممكن في وقت من الأوقات بعد مدة، يعني مثلا 2 أو أكتر، تلاقي الإسدال ابتدى مثلا يلم معاها شوية، فبتحتاج إن هي تطوله. هي في الحالة دي ساعة ما هتفك الجزء بتاع الأستك هتلاقي معاها أقل حاجة، يعني هي كانت هنا 10 سنتي، الجزء ده 10 سنتي تقدر تطول بيه الكم بتاع الإسدال ويبقى معاه مريح جدا. أنا عاملة حساب لقدام قوي، بس طبعا الكشاشان ده مش هيحصل في الوقت الحالي. خلاص هنا خلصنا الكم وخلصنا الطرحة، بقى الجزء اللي هو بتاع الإسدال الأساسي هنبتدي نركب فيه السوستة. هنا السوستة عشان السرفلة مش متاحة، ابتدينا ان احنا بحب اقفل السوستة على نضيف طبعا، عشان خاطر الفسكوس برضو من النوع اللي هو بينسر بسرعة، فتلاقي دايما الجاهز جاي المكان بتاع السوستة ده مش متسرفل. هنا لو احنا يعني صعب علينا السرفلة، هنبتدي ان احنا ناخدها على لمة بسيطة جدا كده حوالين الجزء اللي احنا قصينه، بسيط جدا زي ما انتوا شايفين كده، تانية بسيطة جدا، بحيث ان احنا نلم طراف القماش عشان ان هو ما يبتدش ان هو يتهالك معانا او ان هو يتنسر. وبعد كده ببتدي اركب السوستة عليه زي ما اكون بالظبط سرفلت، بل بالعكس ممكن تكون دي افضل من السرفلة، ان انت هنا محافظة على طراف القماش اكتر، وبترجعي تدوسي عليها تاني فبتحافظي عليها كمان زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي ان انا اركب السوستة بتاعتي وانهي تركيبها. بعد كده بقوم قصة الزيادة اللي في السوستة ومثبتاها بشكل تدريجي كده على المكنة، ويبقى كده معايا الاسدال من فوق شبه خلص على تركيب الكم وتقفيل الجناب، وخلاص كده الاسدال يكون معايا الاجزاء الصعبة كلها عدت في الشغل. هنبتدي ان احنا هنا هنركب الكم
الكم ده ونركب الكم التاني. الكم زي ما اتفقنا، شوفوا زي ما احنا عاملين، احنا هنا عاملين علامة في الكم بعد ما كنا بنقص، وعلامة مكان تركيب الكم في القطعة الكبيرة بتاع الإسدال. فبتبتدي ان انت لمجرد ما تحطي الجزء ده على الجزء ده، انت خلاص مش محتاجة تقعدي تمسكي القماش من اول وجديد عشان تدوري على الجزء اللي انت هتركبي فيه الكم. لا، انت بتقومي اوريدي حاطه العلامة دي على دي، وبتبتدي ان انت تشتغلي على طول على المكنة. نركب الكم ده وركبت الكم التاني، وابتديت ان انا اقفل جناب الإسدال من اليمين والشمال، وكده الإسدال معانا يكون انتهى. على مجرد ان انا اقيسه على العميلة واظبط الطول بتاعها وخلاص على كده يبتدي ان يكون معانا الإسدال كده انتهى. وبرده هنركب الطرحة على حسب راحة العميل، ان هي مثلا حابة تكون يمين او شمال. ده برضو جزء كبير مهم على فكرة في الإسدال، ان انت تكوني مرتاحة في لفة الطرحة. اتمنى يكون الشرح واضح وتكونوا قادرة اوصل المعلومة بشكل اوضح. وتقدروا ترجعوا للفيديو اللي فيه القص على ماتيريال اصغر، هتلاقوا القص هناك واضح بشكل كبير جدا وسهل وميسر، وتبتدوا ان انتوا تربطوا الخيوط ببعضها. وهو ده الإسدال معانا بالشكل النهائي بتاعه. بتمنى اقدر اكون فدتكم، وبتمنى لو عجبكم الفيديو تشاركوه مع اصحابكم وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.